في هذا الفيديو غنهضروا على مشكل انفجار الزليج في الصالون، وهو واحد من أكثر المشاكل اللي كتوقع حتى في الدور اللي مستعملين زليج من نوع ممتاز وجودة عالية. بزاف الناس كيتفاجئوا كيفاش زليج غالي وممتاز يمكن ليها ينفجر ويتشقق، ولكن السبب ماشي ديما في الزليج، بل غالبا كيكون في طريقة التركيب والمواد المستعملة. من بين أهم الأسباب هو التمدد الحراري، بحيث الزليج كيتأثر بتغيرات الحرارة، خصوصا في الصالونات اللي كيدخل ليها الشمس بزاف أو فيها فرق كبير بين حرارة النهار والليل. إلا ما كانش فراغ ديال التمدد الجوان ولا كان مسدود بالكولا، الزليج ما كيقدرش يتحرك وكيوقع الضغط، وهذا الضغط كيؤدي مع الوقت إلى الانفجار أو الترفع ديال الزليج. سبب مهم آخر هو الكولا الغراء، حيث حتى إلا كان الزليج من نوع ممتاز، إلا ما تستعملتش كولا مزيانة ومناسبة لنوع الزليج والمساحة، النتيجة غتكون سلبية. الكولا الرخيصة أو العيانة ما كتتحملش التمدد والحرارة وكتفقد القوة ديالها، وهذا الشيء كيخلي الزليج يتفكك أو ينفجر فجأة. كذلك من الأخطاء الشائعة هو عدم توزيع الكولا بشكل متوازن تحت الزليج أو ترك فراغات فيها الهواء، وهذا كيخلق نقاط ضعف كتسبب مع الوقت في تشقق أو فرقعة الزليج. بالإضافة إلى ذلك عدم احترام وقت الجفاف ديال الكولا قبل الاستعمال كي يسرع ظهور المشكل. في هذا الشرح غنبين كيفاش نركب الزليج بطريقة صحيحة، شنو هي نوعية الكولا اللي خاصها تكون مرنة وقوية، وكيفاش نديروا جوان التمدد باش نحميوا الزليج ونضمنوا ليه عمر طويل بلا مشاكل. الهدف هو نتفادوا الأخطاء الشائعة ونوصلوا